افتكر لك ايه اول اغنية ترتبط بترند الذكاء الاصطناعي؟ فبعد ما نزلت السؤال بيقول هل الاغنية مستاهلة كل الضجة دي؟ طب هل صوت ام كلثوم بالاي اي كان هيبقى افضل ولا بصوت مي فاروق افضل؟ انا بحب المقارنات عموما، من ضمن البهارات اللي بتدي طعم مختلف للفن، وعادي كله كلام يعني مش حاجة مقدسة، يعني بنلعب ما دام بدون اساءة او تجاوز فايه المانع. بس الفكرة ان الاغنية دي ما ينفعش نقارنها باغاني زمان، اصل دي مجرد تجربة احنا بنعملها، انما زمان دي كانت حياتهم فمفيش مقارنه. فيلا بقى نقارن، بس مقارنه مختلفه شويه، يعني هنعدي على الاغنيه كده في السريع ونشوف ايه وجه التشابه اللي ادانا الستايل بتاع زمان. اول حاجه مش معانا هي المقدمه الموسيقيه. زمان كان بيبقى فيه مقدمه موسيقيه، هنا مفيش. القانون بيدخل مي فاروق على طول، اللي هو ايه، اديني الطبقه، اللي هي اللحظه زمان اللي ام كلثوم كانت بتقوم تقف فيها من على الكرسي. ما هي في الاول كانت بتبقى قاعده على الكرسي عشان بيبقى فيه مقدمه موسيقيه مدتها بتاع 3 ساعات، وقرب الغنى كانت بتقوم وتبدع طبعا. فهو ده اللي حصل، القانون بيدخل مي فاروق على طول من غير مقدمه موسيقيه. فبنلاقي مي فاروق بتقول ماضينا بحلو وبمره، وبتكمل. وبنلاحظ هنا بقى كذا حاجه كانت موجوده زمان. ماضينا بحلو وبمره، بتسكت سكته ملحوظه علشان المزيكا ترد. هي كده كده مش مرتبطه بايقاع وزمن معين، براحتها. قليل لما بفتكره. هي دي الردود بتاعت زمان اللي هي مستوحاة من مود اللحن، لأن أصلا المزيكا بتلعب اللحن مع مي فاروق في الخلفية. يعني مي فاروق بتقول ماضينا بحلو بمر، فالمزيكا بتلعب معاها تاريرا تيرارا في الخلفية، مش بتلعب خط بهارموني مختلف في الخلفية زي دلوقتي. ده ستايل زمان ما كانش فيه توزيع موسيقي قوي، المطرب والمزيكا بيقولوا مع بعض اللحن. لحد ما ندخل على الحتة اللي هي المفضلة بالنسبة لي، اللي هي وقول قول مهما تقول. بنلاقيها حتة إيقاعية جدا وبترقص، والمقسوم بيخش، ودي حاجة معانا من الزمن الجميل. كان دايما في جمل إيقاعية بتعلي مع الأغنية، زي ما فجأة يا ناسيني وانت على بال، او يا اغلى من ايامي. انه في الغالب كان لازم في الاغنيه يبقى في فقره كده ايقاعيه من اللي بترقص، كان ده بيبقى شعبي جدا والناس بتحبه. بتلاقي كمان الكلام بتاع الاغنيه من النوع السهل، ما قلناش بقى قصايد باللغه العربيه الفصحى بما اننا بنحيي التراث، او حتى كلام باللغه العاميه بس من النوع التقيل اللي اتلغى، زي انا بدي اقول لك والعزول عمل معانا ايه، والود راح فين وجه منين، المصطلحات دي. لا، الدنيا بسيطه، اخترنا الكلام السهل بتاع الزمن الجميل عشان مش ناقصه مخاطره. بعد كده بنخش بقى على وافتكر لك ايه. دي حاجه معانا برضو من الزمن الجميل، انك لما بتعوز تقفل لازم تعلى وتطلع لفوق، زي وألف ليلة وليلة لما بنعوز نقفل، وزي الليلة زي الليلة لازم يبقى في حتة كده ايه. والقفلة نفسها تلاقي مي فاروق بتقول بعد ايه دي قعدنا فيها شوية حلوين عشان نقفل. ده معانا كان موجود في الزمن الجميل، زي يا مسهرني. القفل مش بالساهل. ومع القفلة المزيكا كمان بتسكت خالص زي ما كان بيحصل زمان، والجمهور بيسقف كمان. يعني ناقص الجمهور هنا يقول لمي فاروق عيد الكوبليه زي ما كان بيحصل زمان. عرفنا اننا في زمن الفن الجميل خلاص مش كده. وبتبدأ مزيكا الكوبليه التاني، وبيكون واضح فيها مقام موسيقي مختلف فيحسسك انها اغنيه تانية. وده طبعا كان موجود زمان، كنت تحس ان كل كوبليه اغنيه مختلفه. الكوبليه التاني فيه اكتر من مقام، الاساسي كورد، وبيظهر الحجاز جدا في القفله. يعني بنروح كورد وبنرجع حجاز. يعني ايه الكلام ده؟ الجرح اما يزيد عن حده، شوقنا ولهفتنا بيتهدوا. ده كده مقام كورد. انما بقى لما بتيجي ترجع، ازاي تآمن بعدي، في برضو واللي زمان ما عملش بوعد، وده مقام تاني برضو. المفروض لو احنا في نفس المقام، اللي زمان ما عملش بوعد، لا ما عملش بوعد، وغير الحرف، تغيير حرف في السلم يعني بقى مقام مختلف. يعني بنتكلم في 3 مقامات في نفس الكوبليه. فتنوع المقامات ده كان من سمات موسيقى الزمن الجميل. مشكلتي بس مع الكوبليه ده ان هو بيرجع على وافتكر لك ايه. كان نفسي يرجع تاني على وقول عشان دي اكتر حته انا بحبها، وفي نفس الوقت بحسها اكتر حته شعبيه. المقسوم هو اكتر حاجه مثيره، معروف المهرجانات كلها مقسوم، خصوصا بعد الشجن بتاع مقام الحجاز. يعني بعد ما نقول ازاي تآمن بعدي، وقول مهما تقول جون، يا سلام. وكده كده بعد وقول وعيد عيد وافتكر لك ايه جايه، ما مش هتطير، هي كده كده جايه هنقفل بيها. بس هي اذواق في الاول وفي الاخر. طب ايه كمان بس كان مش من سمات الزمن الجميل قوي، ان الاغنيه سهله. ده ما كانش موجود قوي في الزمن الجميل. كانت الاغاني زمان
صعبة للمطرب مليانة تحديات. دي ممكن أي مطرب يغنيها، مش لازم مي فاروق خالص، ممكن مي كساب، مي سليم، اي واحده اسمها مي ممكن تقولها. كمان كان في كمانجات كتير وتشيلوهات، فالوتريات كانت مسيطره وتلاقي ردودها على المطرب كانت مليانه. ده مش موجود هنا خالص. كان هيبقى مكلف لانك محتاج عدد عازفين كتير ومش ناقصه صرف، ومش هينفع نعمله على برامج التوزيع بالكمبيوتر علشان تكون المزيكا لايف. نيجي لاقوى سؤال، صوت ام كلثوم بالاي اي ولا صوت مي فاروق؟ مع حفظ الالقاب للجميع، انا اختار صوت ام كلثوم بالاي اي. كان ساعتها الموضوع هيبقى مختلف اكتر. هتقول لي ايه الاختلاف؟ ما الاغنيه بستايل زمان، ايه الجديد اللي هتسمعه؟ هقول لك لا، انك تسمع صوت ام كلثوم حتى لو بالذكاء الاصطناعي في اغنيه جديده، ده في حد ذاته جديد مع كواليتي هندسه الصوت بتاعك دلوقتي اللي هتخلي الاصوات نقيه اكتر، فده كان هيبقى مشوق اكتر. واصلا كل الجدل والضجه اللي حصلت دي كانت بسبب صوت ام كلثوم بالذكاء الاصطناعي، انما دخول مي فاروق في الموضوع خلاه اقرب للعادي. طبعا مع احترامي ليها، هي من اقوى المطربين، انا بتكلم في نقطه تانية خالص. طب هل الاغنيه بقى حلوه؟ الحاجه اللي مش هتلاقيها في الاغنيه دي واللي هي مهمة جدا، الروح الحقيقية للزمن ده، وده شيء مستحيل يحصل، محدش هيعرف يعمله. طبيعي انت لما بتسمع اغنية في الستينات مثلا بتقول ياه، وبتتخيل مصر في الوقت ده، وبتقول يا ده في الزمن ده كانوا بيعملوا اغاني عظيمه، عشان بتبقى انت بتسمع منتج تم انتاجه في الستينات او في السبعينات، فانت بتبقى متخيل كواليسه في الفتره دي. انما هنا دي اغنيه جديده، فطبيعي مش هتصفرك وترجعك بالزمن نفسيا على الاقل زي الاغنيه الاصليه. لكن الاغنيه نفسها حلوه، شايف ان فيها حاجات كتير تفكرنا بالزمن الجميل، واسلحه كتير من اسلحه موسيقى الزمن الجميل والموسيقى الشرقي بشكل عام، زي تعدد المقامات الموسيقيه في الكوبليه، زي تعدد الايقاعات برضو. يعني اسمع من اول وافتكر لك ايه لحد قفله الكوبليه، هتلاقي الايقاع بيختلف، هتسمع اكتر من نوع. انا شايف ان في اسلحه في الموسيقى العربيه لو تم استخدامها بشكل صحيح يتناسب مع العصر هنسمع اعمال عظيمه. اكيد في اللي انا قلته ده في نقطه انت عندك عليها تعليق، سيبولي في الكومنتات، ما تخبيهوش عليا. ولو انت موجود اصلا لحد اللحظه دي فيبقى اكيد الفيديو عجبك، فاعمل لايك واشترك في القناه، وتحياتي.